وسط أبراج الدوحة الفاخرة يرتفع مقر إقامة المنتخب المغربي في قلب منطقة الأعمال والتسوق المزدهرة موقعه، وعلى زرقة البحر الرائعة إطلالته. إدارة الفندق خصصت طابقين لإقامة اللاعبين ومن يشتغلون في الصفوف الأمامية وراء المنتخب. ضمان الخصوصية واحترام بروتوكولات الأمن والسلامة أمران ضروريان بل مفروضان. طبعا احنا سعداء جدا جدا، انا كمدير والفريق كله بتاع الفندق هنا ان احنا نستضيف فريق المغرب، فريق عربي، وان شاء الله ان احنا نكون وشنا حلو عليهم ويكملوا للدور الثاني. طبعا الاستعدادات احنا كان عندنا استعدادات قبل كده كتير في كاس العرب وبطولات اخرى، فالمره دي طبعا الاستعدادات تكون اكتر وافضل، وعاملين لهم اماكن خاصه ليهم بالنسبه للاكل وبالنسبه للاماكن اللي هيناموا فيها وبالنسبه لاماكن الترفيه بتاعتهم كمان. يوفر الفندق كل احتياجات المنتخب بأهمية فائقة: غرف فسيحة وعصرية مع إطلالات خلابة، قاعة مجهزة للاجتماعات وأخرى للترفيه والاستمتاع بالوقت، مسبح خارجي وآخر داخلي يشمل غرف البخار واستعادة اللياقة، وإلى جانبه صالة رياضية مزودة بالمعدات اللازمة، دون إغفال قاعة واسعة لتناول الطعام الذي تم التفاهم على نوعيته بعناية شديدة. في الأسابيع الأخيرة كنا نعمل على ضبط تقاليد الأكل المغربي لنعرف تماما ما يحبه ويفضله اللاعبون قبل تجهيزه، ونقدم لهم أفضل الأطباق ليكونوا على مستوى التطلعات خلال البطولة. احنا فرحانين جدا بتواجد المنتخب المغربي، فرصة ما كتعود، وإن شاء الله وجدنا لهم كل شيء، يعني المسألة الأمنية والأكل وكل شيء والترفيهية، وإن شاء الله الله يربحهم إن شاء الله ويفوت كل شيء على خير إن شاء الله. ينفرد كأس العالم في قطر بتقارب المسافات، وهو ما يجعل منها نسخة مختلفة عن سابقاتها. لا يتطلب الذهاب من مقر إقامة أسود الأطلس إلى مركز التدريبات سوى ل15 دقيقة، وإلى ضعف المدة لبلوغ استادي المباريات الثلاث البيت والثمامة. وفي هذا التقارب إيجابيات عديدة. داخل هذه الغرف يخلد لاعبو المنتخب المغربي للراحة